السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشوي مع بعض فراخ زي طعمها وريحتها زي بتاعت بره بالظبط. انا هنا معايا فرخه حوالي كيلو 650 جرام. طبعا الفراخ المشويه ما بتبقاش كبيره، بشيل الحته اللي في الجناح وكمان بشيل الجزء اللي بيبقى موجود تحت ده، ولو حابه تشيليها خالص شيليها مفيش مشكله. معايا هنا بقى بصلتين للتتبيله وحط عليهم الملح بتاعهم، وكمان هعصر عليهم نص ليمونه. لو حابه تعملي الخلطه بتاعتك في الكبه مفيش مشكله، لكن انا ما عنديش، فبشرت البصل بالمبشره ناعم كويس، وبعمل كده على طول وبتطلع جميله وتحفه جدا يعني. معايا فلفل اسمر وكمون، وكمان معايا توابل فراخ. هحطهم معلقه صغيره خالص يعني من كل حاجه، اصغر من معلقه الشاي. هحطهم وهحط شويه زيت صغيرين، وهبدا ان انا اقلب كويس جدا عشان يختلط كل ده مع بعضه. عايزه اقولك يفضل الفرخه ما تكونش يعني كبيره. 2 كيلو مره جبتها بس غابت معايا جدا في الفرن، وكمان احمرت من بره وكان لحمها ما استواش، فيفضل يعني خليكي لحد كيلو 750 جرام مش اكتر من كده. ولو كنت جايبه فرخه كبيره يبقى وطي عليها وسيبيها براحتها بقى، وفي الاخر تبقي تعلي عشان تحمر كويس من بره. عايزه اقولك الشوي بالطريقه دي بينزل كل الدهون اللي بتبقى موجوده في الفرخه، ودي اكتر حاجه بتعجبني فيها. كده خلاص التتبيله بتاعتي جاهزه. هجيب الازازه اللي هشوي عليها. دي الازازه، اي ازاز بتاعت حاجه ساقعه، ما تخافيش ما بيجرالهاش حاجه. انا هحط جواها شويه من التتبيله، مش هحط ميه بس، لا هحط شويه منها كده علشان تدي برضو نكهه للميه اللي هتطلع منها بخار على قلب الفرخه من جوه. وهاخد بقيه التتبيله وهتبل الفرخه بتاعتي. طبعا انت لو مستعجله يفضل يعني اقل حاجه تسيبيها في التتبيله دي من نص ساعه لساعه. لو مش مستعجله بقى وعندك حاجتك من بالليل جاهزه، ممكن تتبليها وتشيليها في التلاجة وتسويها الصبح. لكن انا هسيبها حوالي ساعتين. انا دلوقتي عندي الساعه 12 لسه بدري، فهتبلها واسيبها. يعني اول حاجه عملتها ان انا اتبل الفرخه واسيبها تاخد من التتبيله بتاعتها. هتحطي من التتبيله تحت الجلد، وهتحطي التتبيله بقى في كل حته من في القلب جوه وكده. تبليها يعني بالطريقه العاديه بتاعتك، وهنركنها على جنب واسيبها بقى لما اشوف اللي ورايا. لو عندك سيخ في البوتاجاز بتاعك او في الفرن الكهربائي. انا عندي بس بصراحه ما بحبهوش، بتقعد الفرخه عامله زي ما تكون بتلق فيه، فانا بحب الازازه. وعايزه اقول لكم ان في كان حامل للشوي ذات نفسه، بس دلوقتي مش لاقيه. كنت بشوفه مره واحده اختفى. ان شاء الله لو لقيته هجيبه برضو وهبقى اوريهولكم، جميل جدا. خلاص كده بقى هسيبها تقعد في التتبيله، وهرجع اشوف اللي ورايا يعني، وهبقى ارجع اوريكم هعمل ايه تاني. كده خلاص انا جيت. اول حاجه هعملها خدت الازازه وهزود عليها ميه. مش حامله الازازه كلها، هخليها يعني قبل الاخر كده بحاجه بسيطه. كده كفايه جدا. بصوا شكل البصل بقى لما لسه كمان لما يسخن هيدي لون وهيدي ريحه. كل ده هيطلع على قلب الفرخه من جوه. جبت الصينيه بتاعتي، ثواني يا رورو. جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها الازازه في النص، وبعد كده هحط الفرخه، هوقف على الازازه من فوق. وهاخد بقى من التتبيله وهوزع على الفرخه، وكمان هحط في القعر. معلش الفرخه بتاعتي عندها عوجان شويه، هحط شويه كده في القعر من التتبيله، وكمان هحط عليها من فوق. عايزه اقول لكم التتبيله بتنزل ميتها كلها في الصينيه برضو، فبتطلع ريحه حلوه جدا على الفرخه. هي هتاخد معانا في الفرن حوالي من ساعه وربع لساعه ونص. بس ان شاء الله انا مجربه الحجم ده بياخد حوالي ساعه وربع بس في الفرن. ما بيغيبش اكتر من كده، وبتبقى مستويه ولحمها طري وجميل جدا. ما بتبقاش بتشد ولا حاجه، لا. برضو حابه اختبريها بالسكينه، ان انت تحطي فيها السكينه بس بالراحه طبعا لا تتقلب منك. وانت هتشوفي هي استوت ولا لا.
كده خلاص. كان في بصل بس وقع بشيله على الرخامه. هاخدها وهوديها على الفرن على طول. بصوا هي بدات تنزل ميه البصل بتاعتها كده. انا حطيتها في الفرن وكنت مشغله الفرن قبلها بشويه. بصوا بدات تصفي الميه كلها بتاعه الفراخ. وانا كمان هزود ميه. عايزه اقولك خلي بالك علشان الميه ساعات بتنشف لو الفرخه ما استوتش او الفرن بتاعتك كانت هاديه شويه. كده هزود الميه وهسيبها بقى ايه مع نفسها شويه وهوريها لكم تاني. كده خلاص بعد حوالي ربع ساعه، لا تلت ساعه بالظبط، يعني كان شكلها بالمنظر ده. انا زي ما قلت لكم هي هتاخد معايا ساعه وربع ان شاء الله. كده بعد حوالي ساعه بالظبط خلاص داخله في السوا وقربت خلاص، يعني فاضل لها حاجه بسيطه واطفي عليها. انا بوريكم بس شكلها بيبقى عامل ازاي وكده بعد ما استوت خلاص. انا دلوقتي هطلعها لان انا مش عايزاها اكتر من كده. حابه تخليها تحمر اكتر من كده براحتك مفيش مشكله. بس شكلها جميل جدا وريحتها تحفه وقلب الشقه. وان شاء الله اعمليها لاولادك هيحبوها. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك. ولو اول مره تشوفي القناه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. واشوفكم